كتير كتير من الناس بيجي له الاعراض اللي هقول لك عليها دي، وللاسف ممكن يروح يعمل عمليه في القلب ويعمل قسطره ويدفع ملايين وتطلع في الاخر حاجه مش من القلب. وكتير يجي له الاعراض اللي هقول عليها برضو دي، وهيقول لي عليها حازم بعد شويه وهو اللي قال لي عليها، فعرفت فكره الحلقه دي. خلينا نبدا بمعلومه بسيطه قوي. وانت بتمشي بتخلي عضلات رجلك تتحرك وعضلات ايدك تتحرك، ولو جريت عضلات رجلك هتتحرك اسرع، صح يا حازم؟ وبالتالي كل ما تبذل مجهود وعضلاتك تتحرك اكتر، الحاجه اللي بتشتغل اكتر بتبقى محتاجه بنزين. لو عربيه ماشي بيها على سرعه بسيطه ورحت دايس بنزين ومشيت على سرعه اكتر، مين تستهلك بنزين اكتر؟ لو انت دايس بنزين وماشي على 80، طب ماشي على 100، طب ماشي على 140، هتاكل بنزين اكتر. فاللي يتعب القلب اكتر او يخليه يعني يشتغل اكتر، ولو في مشكله تفقس القلب، زي واحد كده شاري عربيه وبيجربها، تبان المشكله امتى؟ لما يجري ويطلع مطلع وياخد خمسات يبان بقى الموتور ده هيستحمل ولا لا، صح ولا غلط؟ طول ما انا ماشي كده او بمد او بجري ويا دوبك حسيت بشويه نهجان، زي ما انا بنهج شويه كده عشان شربت قهوه وعشان لسه عندي دور برد وعشان في واحد يعني كان باعت لي رساله من شويه فضايقني فضربات قلبي سرعت. مش ده السبب، السبب اكتر ان البرد خلى ضربات قلبي تسرع والقهوه خلت ضربات قلبي تسرع فبنهج. لكن اللي يخليك تتضايق وتخاف لا يكون لا قدر الله في مشكله في القلب هو ان يجي لك سكينه تخليك ما تقدرش تكمل. يعني لو قلت لي في نغزه بس انا مكمل وجريت ومكمل والنغزه موجوده ومع ذلك عارف اجري، والنغزه موجوده ومع ذلك بجري اكتر، لا انت كده بتهزر. لكن نغزه موجوده خلتني اقف ووقفت كده ومسكت صدري ومش قادر اقف اتحرك خطوه زياده، وفي النص وبعد دقيقتين ثلاثه فكت، دي اللي تخاف منها من شرايين القلب. لكن الثانيه اللي انت بتحكيها دي يا حازم مش من القلب. طب ما تحكيها كده انت، قول وانا هوصف. هو بيحصل لي ساعات بيجيلي اعراض ان تحت صدري كده، هو تحت الصدر كده هو الخط دوت عرضي. ايوه. وجع جامد. وجع جامد. جامد جدا. بيضايقني، بيخليني اقعد مثلا علشان اقدر ان انا ارجع تاني لطبيعتي. يفك يفك 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. ربع ساعه، مش من القلب اللي يقعد كتير قوي كده. وعامل ازاي بقى الوجع ده؟ يعني حجر ولا سكينه؟ لا هو وجع زي كرباج، سكينه كده، هو زي شرخ. زي شرخ. حلو، خلي بالك ممكن يكون ده اعراض من القلب الشرخ، بس نسال بقى كام سؤال عشان نعرف. قلت لي كلمه كده، قلت لك انا من شويه حاجه ان الاعراض بتاعت القلب بتيجي لما تجري. هل ده بيجي لك بس لما تجري ولا ملوش علاقه؟ ممكن تبقى قاعد. لا ملوش علاقه. ملوش علاقه. وممكن تطلع مثلا سلم مستعجل ولا حاجه وما يجيش. وممكن اطلع بسلم او بعمل مجهود وما يجيش ومفيش حاجه. وممكن تبقى قاعد حلو خالص ويجي. واهو ده بقى ضد القلب. بتاع القلب يجي مع المجهود، لكن اللي بيجي وانت قاعد ده ملوش علاقه بالقلب غالبا. بس في سؤالين كمان. انت قلت لي قبل ما نبدا الحلقه دي انك لما توطي شويه كده وتفضل قاعد موطي على ترابيزه ولا على كمبيوتر بيزيد. ده معناه اكتر ان هو اللي بيجي لي من كده، هو بيجي لك لما تعمل كده. لما اعمل كده هو، او حتى لو انا قاعد وبفرد ظهري يقوم يحصل ايه؟ يروح جاي لي بقى ايه زي سيخ كده. سيخ هنا هو فهمتك. ولما تتفرد يفك شويه. مش تفكش، لازم اقعد لي 10 دقائق ربع ساعه كانه شد عضلي. نقول كده وهو شد عضلي. ومن الاخر يعني ملوش علاقه بالمجهود. لما تجري ما بيزيدش، لا. ولما ترتاح ما بيروحش. ده ممكن تبقى قاعد فيجي لك. ده بقى عكس كل الكلام بتاع القلب. بتاع القلب يجي مع لما تجري، ولو ما ترتاح يرتاح وياخد دقيقه دقيقتين وخلاص، ويجي في كل الصدر، مع ان بتاعك ده بيجي في كل الصدر. بس ظني من قبل ما اكشف عليك او من قبل ما اقول لك قالوا لك ايه في المستشفى، لان هو راح هنا مستشفى في سنغافوره، وجع بيجي لك هنا ويجي لما تبقى موطي، ولما تتفرد يروح، وجريت مهما جريت ما بيجيش، وارتحت مهما ارتحت ما بيروحش. ده ممكن يجي وانت مرتاح، واظن لو دوست عليه كده يوجعك، صح؟ لا هو لو ما دوست عليه بس هو يعني بيبقى انا حاسس ان في بتبقى يعني فقرات من ورا. انا بحس ان هو مسمع من ورا لقدام. اوكي ممتاز. ده غالبا بنسبه 99%، ده انا لسه ما كشفتش عليك ولا جيت جنبك، هيبقى التهاب في الضلع من ورا لقدام. انت لما رحت المستشفى قالوا لك ايه؟ قالوا لي هارد انفلاميشن، التهاب، هو ده. وادوك ايه بقى؟ مسكن؟ ادوني مسكنات، ادوني شويه ادويه كده زي كانه بنادول، كتافلام، مش عارف ايه. ما ادوكش دواء قلب؟
وقالوا لك يلا نعمل عمليه في القلب وقسطره في القلب، باراسيتامول. لانه وجع، مجرد وجع تقلصات، وجع عضلات، فاداك باراسيتامول. لو هو مش مذاكر والحمد لله انه طلع فاهم، كان قال لك تعالى نعمل قسطره في القلب او تعالى نعمل عمليه في القلب. وممكن، وانت راجل عندك كام سنه؟ 48. 48 يعني اكيد هتلاقي شرايين قلبك مش جديده لنج زي من 48 سنه، اكيد فيها شويه دهون، ممكن يلاقي له شويه ترسبات بسيطه يقوم يقول لك طب ما يلا نعمل توسيع وبالونه ودعامه وتبقى مريض قلب. فالحمد لله ان هو اكتشفها. هذا ليس من القلب، ده مجرد التهاب، التهاب في العضلات، التهاب بين الضلوع، شد عضلي، قول التهاب في غشاء الرئه، التهاب في غشاء القلب، inflammation of the heart، او بيسموه التهاب في الغشاء ما حول الهارت او ما حول القلب، الغشاء الطاموري، من التكييف، من القعده الكافيه وقت طويل، من التقلص، من الفقرات، من كرسي مش مظبوط. هو ده حلها، بس تدلك، تدهن ابو فاس، تدهن فولتارين، تاخد باراسيتامول، تاخد بنادول وتطمن. لانك لو ما اطمنتش وخوفتك ولعبت في نافوخك وقلت لك خلي بالك لا يحصل حاجه في القلب، هيزيد ويجي لك كل يوم، لانه شويه مرتبط بحاجه نفسيه. تمام كده؟